السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة اقتراب شهر رمضان. وسؤال: اتمرن امتى في رمضان؟ اديني لايك وانزل اعمل سبسكرايب وفعل الجرس ويلا بينا نبدأ الفيديو. السؤال الموسمي بتاع كل سنة: اتمرن امتى في رمضان؟ قبل ولا بعد ولا وقت الاذان؟ عشان تعرف تتمرن امتى في رمضان تعال نشوف كل وقت ايه اللي بيحصل لجسمك فيه وازاي تختار انسب وقت ليك تتمرن فيه. طبعا لو انت بتخسس الناس هتقولك خليك قبل الفطار واتمرن قبل الفطار، لان قبل الفطار معدل الحرق عندك بيبقى شغال من بالليل، وفي نفس الوقت لما بتعمل تمارين بيبدأ معدل الحرق يزيد فبتحرق اكتر فبتخس اسرع، وبالتالي بتلاقي النتيجة في آخر رمضان مرضية. الكلام ده صح وفي نفس الوقت غلط. هتقول لي الكلام ده يعني ايه صح ويعني ايه في نفس الوقت غلط؟ الكلام ده صح لان هو علميا انت فعلا معدل الحرق بيزيد وبتقدر تخس اسرع لانك صايم من بالليل وما دخلتش لجسمك اي حاجه، فجسمك عمال يحرق من المخزون اللي عنده او المخزون اللي انت دخلته، فبتبتدي تحرق وبتخس بشكل اسرع. بس غلط ليه؟ غلط لان انت اتمرنت وجسمك حرارته عليت، فلما حرارته عليت ابتديت تعرق وابتديت تفقد سوائل، فبالتالي انت مش عارف تدخل السوائل دي تاني فبيحصل جفاف. ولو مش عارف خطورة الجفاف فانا بنصحك ان انت تبعد عن الموضوع ده اطلاقا. طيب هتقولي ما انا عايز اخس يا ابو الكبات. اقول لك تعال اقول لك ازاي تخس من غير ما تحس. لو انت خدت القرار انك تخس فانت عندك هدف وعايز توصل له، عشان توصل للهدف ده هتضحي قدامه شويه. فلو بتحب تتمرن قبل الفطار هتخلي التمرين قبل الاذان على طول، يعني انت بتسخن والاذان بيأذن اول لما تخلص تسخين تشرب وتكمل تمرينك عادي، ومفيش مشكله لو خدت تمره او 3 عشان تكسر صيامك ولما تروح تاكل ما عندكش مشكله. طيب لو انت بتضخم في رمضان فالموضوع بيبقى صعب شويه لانك ما عندكش نفس الفتره الكافيه اللي تاكل فيها كميه الوجبات، وممكن ما تقدرش تخلص كل احتياجاتك اللي انت محتاجها في اليوم. واكيد عارف لو انت ماشي على نظام تضخيم اللي انت بتتمرن بعد الفطار بتاخد 2 ل3 جسمك يهضم الاكل، بعد كده بتنزل تتمرن عادي ما عندكش مشكله. او عندك المشكله اللي كلنا عارفينها، الجيم بيبقى زحمه. بس لو عايز تحل المشكله دي بشكل لطيف وخفيف انت ممكن تاخد حاجات بسيطه وقت الفطار من الجدول اللي عندك وتنزل تتمرن بعديها بساعه وترجع تكمل بقيه احتياجاتك. تاخد اكل خفيف جسمك قادر يهضمه في ساعه بحيث اللي انت تمتصها وتديك طاقه وتنزل تتمرن ما عندكش مشكله، وفي نفس الوقت لما ترجع تكمل بقيه احتياجاتك. وطبعا لو انت عامل جدول ليك فانت موزع الجدول عندك خلال الفتره اللي انت فيها تقدر تاكل من المغرب لحد الفجر، وحاول على قد ما تقدر اللي انت تخلص احتياجاتك كامله. Yeah, let's just take a little break. بس لو هتقولي قبل الفطار ولا بعد الفطار ولا وقت الاذان؟ وقت الاذان، لان معظم الناس في رمضان بتخس، فانت ممكن تستغل رمضان في التنشيف اكتر من التضخيم، وده هيساعدك ان انت تطور من شكل العضله اكتر. وبما اننا داخلين على صيام تعالى نعرف هو الصيام بيفيدنا في ايه. الصيام بالنسبه للانسان هو عامل زي عاده الشحن، سبحان الله، بيخليك قادر تتحمل الجهد وتعب والمشقه اللي انت داخل عليها، وفي نفس الوقت بيغير ويحسن من حالتك المزاجيه. طبعا مش قبل الفطار لان انت عارف ايه اللي بيحصل قبل الفطار، وبيحسن الذاكره وخلايا الدماغ. وبما اننا اصلا في رمضان بنفقد وزن او معدل الحرق بيبقى عالي فاحنا بنفقد دهون، ولما بنفقد دهون مستوى الكوليسترول في الدم بيقل، فطبيعي بيقلل من النوبات والسكتات الدماغيه. غير اللي انت بتقدر تتحكم في شهيتك، يعني مش كل ما معدتك تقول لك انا جعان تديها، فبتحسن اداء الجهاز الهضمي وبتنقي الدم وبتزيل السموم من الجسم، وجسمك حرفيا بيعمل ريفرش. وبعدين لو انت بتحب عقدة الخواجة، انت عارف ان الاجانب واخدين الصيام بتاعنا من كل عاداتنا في الاكل وحاطينه عندهم في نظام ومسميينه الصيام المتقطع. Hello. في الحقيقة الصيام من أفضل العبادات اللي بتخليك تتحكم في نفسك وشهواتك، وبتخليك قادر تعمل كنترول على حاجات وبتديك ثقة بالنفس. بس مش بعد كل الكلام ده تروح تفطر لي مسبك ومقلي وحاجة من الشرق وحاجة من الغرب وتتخانق على هي اسمها سمبوسة ولا سمبوسك، فانت كده اللي بتصلحه في وقت الصيام بتبوظه في وقت الفطار. اعتبر نفسك ماشي على جدول وحدد أصنافك وكمياتك وخليك دايما وسط، ما تشدش على نفسك قوي، يعني مش
اول لما تفكر انك عايز تطير تطلع فوق الجبل وترمي نفسك. وفي الاول وفي الاخر شهر رمضان عبادة، زي ما انت عايز تطلع منه خاسس اطلع منه مستفيد. حاول تغير فيه من شخصيتك وقناعاتك ونفسك، حاول تقرب فيه من ربنا، وهي فرصة وجات لنا كلنا. اللهم بلغني رمضان واياكم ان شاء الله. بس كده، وما تنساش تتفضل علينا بلايك وسبسكرايب. لو عندك حاجة حطها في كومنت وفعل الجرس، واشوفكم على خير. سلام.